كنصحك بلا ما تكملي الفيديو. المهم انا علمتك لانه الا كملتي هذا الفيديو وجربتي هذه الوصفه لوليداتك فكوني اكيده انك غتولي مدمنه عليها، لا انت ولا اللي داقها عندك. لي بات بلا صوص بلونش اسهل وصفه باش توجديها للعشاء ديالك، كتجي معلكه خطيره وسهله سهله بزاف. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا المكونات. اذا اول حاجه غادي نديروها، غادي ناخذ واحد طنجره ولا كاسرونه، ندير فيها الماء نخليه حتى كيغلي، ونزيد عليه شي شويه ديال الزيت وشي شويه ديال الملحه باش ديك لي بات كتجينا منكهه وما كتلصقش في نفس الوقت. في نفس الوقت غادي ناخذ مقله اللي غادي نوجد فيها الصوص. من بعد ما غلى ليا داك الماء كناخذ داك لي بات. مهم ديروا اي نوع نتوما كيعجبكم ديال لي بات وخليوه حتى كيتسلق. المقيله اللي خديت غادي ندير لها شي شويه ديال الزيت مع واحد المعلقه ديال الزبده، نخليهم حتى كيذوبوا ليا مزيان. غادي ناخذ هنايا شي شويه ديال زيت الدجاج، انا كان عندي كونجلي، خليته حتى يذوب، ما يبقاش جامد. بالنسبه لي بات فمن بعد ما كتطلق كناخذ واحد نص كاس ولا ربع كاس ديال داك الماء اللي تسلقات لي فيه لي بات. من بعد غنقول لكم شنو غادي ندير به. ديك لي بات ما تخليوهاش حتى كتسلق بزاف وتعجن لكم. لا دانت غادي نضيف له شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار ونخليه حتى كيطيب لينا مزيان. من بعد غادي نضيف ليهم هنايا لي شامبينيون، الا كانوا طريين من الاحسن. صافي غادي نخلي داك لي شامبينيون مع داك لادان يتقلى ليا مزيان. من بعد غادي نزيد عليهم واحد المعلقه ديال صوص صوجا. عندي هنايا صوص صوجا بالنكهه ديال صلصه الفطر، كتعطي واحد المذاق وواحد اللوك وواحد البنه اللي هي زوينه وواحد اللون خطير. الا كتعجبكم ضيفوا 2 معالق، راه كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. صافي من بعد ما غادي يتقلى لينا هادشي مزيان وياخد ليا حتى هاد اللون ديال صوص الصوجا كيف كتشوفوا. انا المهم كتعجبني، درت انايا تقريبا 2 معالق لانها كتعجبني، كتجي زوينه بزاف. الا ما كتعجبكمش ممكن تنقصوا منها. صافي من بعد غادي ندوز باش نضيف الكريمه ديال الطبخ. استعملوا اي نوع نتوما مولفين كتخدموا به ولا كيعجبكم. بما انه هذه ثقيله شي شويه، فداك نص كاس ولا ربع كاس ديال داك الماء ديال لي بات اللي كنت حيدت معكم من قبل غادي نزيدو دابا باش نخفف به هاد الكريمه. صافي كيف ما كتشوفوا غادي نخلي هاد الكريمه تطلق وطيب لينا. ضروري تخليوها طيب واحد الوقيته. وغادي نضيف لها شي شويه ديال التوابل. بالنسبه للعطريه فغير شي شويه ديال الملحه مع شويه ديال الابزار. هنا كاضافه كندير شي شويه ديال ضامه ديال البنايه، واحد شويه كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. المهم مع التحريك هكا نخليها حتى كتعقد لينا مزيان. وسمعوا معايا كتبقى ديك الحشوه ديك لاصوص كتعلق. المهم هنايا زدت واحد شويه ديال صوص بلونش حيت اللون جاني شي شويه ما مجهدش. صافي اخر مرحله كنديروها هي شويه ديال الفرomاج. ديروا اي نوع بغيتو، موتزاريلا فرماج حمر، المهم اللي يعجبكم. كيعطيها واحد التعليكه، كتجي لاصوص معلكه. وكيف كتعرفوا ان الصلصه صوص بلونش فهي التعليكه. هنايا زدت حتى واحد الفرماج ديال الساندويتش. وصافي غادي نخليه حتى كيذوب. بغيتكم هنايا تشوفوا معايا التعليكه وتسمعوا معايا الصوت ديالها. شوفوا ما شاء الله لاصوص كيفاش كتجي معلكه وكتجي بنينه بنينه بزاف. صافي من بعد ما كتعلق لينا وكتعقد ديك لاصوص مزيان فكنزيد لي باط وكنخلي ما كنطفيش النار، كنخلي البوطه شاعله. كنبقى ندخل ديك لاصوص فوق في ديك لي باط بهذا الشكل هكا باش كتشرب لينا لاصوص مزيان. وصافي كنزيد واحد شويه ديال الفرماج من الفوق محكوك. وهذا هو الشكل ديال الوصفه ديالنا. كنتمنى تجربوها وانا متاكده الا جربتوها راه غتعجبكم بزاف وغادي تعجب وليداتكم. كنتمنى الا عجبتكم الوصفه تخليوا لي لايك ديالكم وتعليقاتكم باش نشوف الاراء ديالكم ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.